أنا إحسان لي إحسان أملك دوما خمس أوان بالعرض أشد الوضع بيدي أيبس وشعر شرطة بالعينين أرى الأعلى تخفق في أنف وسلام بالعينين أرى الأعلى تخفق في أنف وسلام بالأذنين أسمع تغلين الأصوات وهو يهلق فوق الصوت بلساني أتذوق حلوى وبها جسمي يصبح أقوى الحمد لله رب العالمين الوجود السنية السوية في سيرة خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم نسم الشيخ الأمين الواثق يقول راد خالقي هو الأمين الواثق حمدا لمن هداني لسنة الأجنان محمد المختار وسيد الأطهار فهذه أرجوزة لطيفة وجيزة في سيرة المطهر شفيعنا في المحشر كتبتها لتنشر بين العنان والوقت فيا ربي أسأل الإسلام ما أؤمله أسمعه الشريفة عريضة مريفة وجاء في القرآن عن الإله اسمان أشهرها محمد وجاء أيضا أحمد وجاء في الصحاح العسر والمعنى الحافظ المقصي لما مضى السبت ومولد الرسول وافق عام الفيل في مكة المكرمة في أسرة معظمة هو ابن عبد الله القرشي في الجاه جده عبد المطلب ذو حسب وذو نسب آمنة أم النبي وبنت وهب النسب تكفلت بنشأته من بعد موت والده مرضعه الزكية حليمة السعدية ترعرع الصبي الطاهر الزكي عند أصابع العرب في بني سعد ونجد نبينا رأى الغنم كالأنبياء في الأمر وبينما وهو صبي في رأيه واللعب إذا هو بالملك فشق صدره الزكي أخرج منه قلبه بزمزم طهره وبعدما لطاه بحكمة هشاه أتى حليمة الخبر من كل طفل قد هدى وكلهم قد نقل محمد قد قتل وحين عاد أخبر فيما رأى وما جرى فانتهزت حليمة من هذه العظيمة وردت الصبية لأمه رضية شكرا لكم للاستماع. Ku ci gaba. Allahu Akbar. Mun gode ɗalibai da wannan jumla da suka yi.